ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده واخيرا يكون شوب ماي ستاش. اخر مره صورت الفيديو ده كان من 3 شهور. انا ما كنتش ناويه اتاخر قوي كده عليكم، او يعني اتاخر في ان انا اغير الحاجات الموجوده في الدرج ده، ولكن حسيت ان انا لو هجدد الحاجات دي في رمضان يعني ان هو مش هيبقى حاجه منطقيه قوي. يعني اغلب الحاجات اللي هحطها مش هستخدمها، واوريدي كان في حاجات جديده كتيره بجربها، فكنت مش حاسه ان انا عايزه ايه اغيره. ولكن بما ان احنا بقى داخلين على العيد بقى والصيف والربيع، فطبعا هنغير اغلب الحاجات الموجوده في الدرج ده، وفي حاجات جديده هتفضل موجوده عشان لسه بجرب فيها، وباقي الحاجات كلها هتتشال. بس طبعا شايفين شكل الدرج اكيد هو متغير ومتكركب ومتبهدل، لان في حاجات جديده زي ما قلت محطوطه، وفي حاجات جديده كمان مش لاقيه لها مكان ان انا احطها. فما اعتقدش انا هحطها في الفيديو ده، بس هعمل لها الاول فيديو اللي هي المشتريات وبعد كده ابقى احطها. انا في الفيديو ده بعمل لكم ريفيو عن منتج فهو بيبقى طويل شويه، بس انتوا حبيتوا الفكره دي، وبعمل لكم سواتش للحاجات الموجوده، ومثلا كل الباودرز الموجوده بعمل لكم سواتش لدرجاتها تشوفوا فرق بين الدرجات وكده. واغلبكم عجبكم طريقه التصوير دي، متنسوش بقى تشجعوني بلايك. وبس كده، يلا نبدا. طيب، اول حاجه هنبدا بالسكشن ده كالعاده. يعني السكشن ده فيه كل الباودرز، ومثلا بلاشرز وهايلايترز وبرونزرز وشويه حاجات كريمي هنا كده. فيلا بينا. اول حاجه موجوده عندي هي الباودر دي بتاعت ايرسبان، وحطاها في العلبه بتاعت اماندا. دي من الحاجات اللي انا حابه اخلصها، فدي هتفضل موجوده. هي اوريدي فاضل فيها حبه صغيرين كده، فهتفضل موجوده. بعد كده في الباودر دي من فلورمر، دي اللوس باودر بتاعتهم، والدرجه اللي عندي اللي هي رقم 1 بيل ساند. دي من الباودرز اللي انا بحبها قوي، استخدمتها كتير، وهي كميتها كبيره قوي. يعني بصوا مليانه على الاخر، بس انا استخدمتها كتير. هي فيها لون، تغطيتها مش اعلى حاجه، يعني مش هتديكي تغطيه عاليه، ولكن فيها لون يعني، ولونها فاتح زي ما انتوا شايفين، بس مش فول كافرج. يعني ناعمه قوي وبتخلي شكل الميك اب حلو، فبحبها. بس استخدمتها كتير فهشيلها دلوقتي ونحط مكانها حاجه تانية. هنبهدل الدنيا دلوقتي. تمام. ممكن برضو اعمل لكم سواتش اللي بتاعت ايرسبان عشان تشوفوا شكل درجتها. ممكن ناخد صباع تاني بقى. بصوا دي بتاعت ايرسبان. بتاعت ايرسبان بحسها يعني بتنشف شوية اكتر. يعني لو انتي بشرتك جافة زيادة، ممكن بتاعت ايرسبان تنشف لك بشرتك اكتر. بس يعني هي تمام معايا، مش بحس ان هي اوفر، باخد منها كمية صغيرة. وبتاعت فلورمر بالنسبة لي برضو حلوة، مش بتنشف لي تحت عينيا، وبتثبت لي الميك اب حلو، فحلوة قوي. بس برضو انا باخد كمية صغيرة جدا من الباودرز في العموم عشان بشرتي جافة. فبتاعت ايرسبان هتفضل موجودة، وفلورمر هنشيلها. بعد كده في الكومباكت باودر دي من بريتي باي فلورمر، والدرجة اللي عندي رقم 2، اسمها لايت بورسلين بيج. ده شكلها من جوه. دي برضو من الباودرز اللي انا بحبها قوي، هي ناعمة جدا، تغطيتها خفيفة، ما بتديش تغطية، بتخلي شكل البشرة ناعم. بس للأمانة هي مش بتثبت قوي، يعني لما بستخدمها تحت عينيا الكونسيلر دايما بيخطط معايا، فهي بستخدمها كفينيشنج باودر، او ان انا اثبت البشرة كلها في العموم. ولو مش حاطة كونسيلر كتير بستخدمها تحت عينيا، لكن هي للتثبيت مش اقوى حاجة. هي بيكت باودر زي ما شايفين، يعني هي مش كومباكت عادية زي مثلا دي كده. بصوا الفرق، دي كومباكت عادية، ودي بيكت كده منفوخة كده شوية. بس انا استخدمتها كتير يعني وبحبها، ولو بشرتك جافة هتعجبك جدا، لان هي مش بتنشف البشرة وبتدي تغطية خفيفة. استخدمتها كتير وهشيلها. بالنسبة بقى دي الباودر بتاعت لونا، والدرجة اللي هي 603، درجتها فاتحة وعلى بينك شوية. يعني زي ما شايفين لو قارناها بدي، شايفين لو قارناها الدرجة بين بتاعت بريتي باي فلورمر وبتاعت لونا، هي جاية على بينك كده شوية، دي بيج اكتر. كنت الاول قلقانة من الدرجة، بس بصراحة عجبتني وكنت بستخدمها الفترة الاخيرة كتير. كفرج بتاعتها عالية شوية يعني، بس مش فول كفرج برضو، بتدي تغطية يعني، وبتبان. لو انتي مستخدمة مثلا كونسيلر خفيف وعايزة تعلي التغطية شوية، فهي هتعلي لك التغطية بتاعت الميك اب شوية، وناعمة جدا على البشرة، فعجباني قوي. دي من الحاجات الجديدة وهتفضل موجودة عشان عجباني بصراحة، وعايزة استخدمها اكتر.
وبعد كده في الباودر دي من ويت ان وايلد اللي هي اسمها فوتو فوكس، والدرجه اللي عندي اسمها وورم لايت، برضو من الباودرز اللي انا بحبها قوي، من الحاجات اللي تحفه جدا للناس اللي بشرتها جافه، بجد تحفه، واكيد باين قد ايه انا بحبها. برضو ليها تغطيه شويه، يعني اقل واحده في التغطيه هي بتاعه بريتي باي فلورمر، وتثبيتها حلو وشكلها ناعم على تحت العين وفي البشره عموما. ويت ان وايلد معانا مش في المقاطعه، وكمان اسعارها تعتبر مش غاليه، استخدمتها كتير فهشيلها دلوقتي. من الحاجات اللي ما استخدمتهاش كتير هي الباودر دي من جولدن روز. قلت لكم المره اللي فاتت ان هي غامقه عليا، ولما جربتها تاني فعلا غامقه، هي بتدي التغطيه وبتغمق البشره كده، وبتخلي الشكل، معرفش، بتخلي شكل بشرتي مش حلو لما بستخدمها بسبب اللون، مش بسبب ان هي وحشه. هي ناعمه وكل حاجه، بس لونها لما باجي احطها بحسها بتطفي كده الوش. فانا جربت مره استخدمها ان انا اعمل لها ميكس مع باودر تانية تكون فاتحه وعجبتني، فبما ان انا ما استخدمتهاش هجرب ان انا احط باودر تانية عندي فاتحه كده مش بحب استخدمها لوحدها، واعمل لهم ميكس كده مع بعض واشوف هل هتبقى تمام ولا ايه. الدرجه اللي عندي اللي هي رقم 1، فدي المفروض افتح درجه عندهم من جولدن روز. بجد متضايقه ان الباودر حلوه بس انا مش عارفه استخدمها، فهنخليها دلوقتي لحد ما نلاقي لها حل ونعرف نستخدمها بشكل كويس. هنا في البلاشر ده من اسنس، ده من الحاجات اللي موجوده في البروجكت بان. تمام، هصور لكم البروجكت بان والله، بس معلش انا اتاخرت عليكم، بس انتوا عارفين رمضان انا اعتبرته كنت واخده فيه اجازه، لانه صعب جدا ان انا اقعد اصور في رمضان والولاد والاكل والوقت الصغير. فان شاء الله في اقرب وقت هصور لكم فيديو البروجكت بان، بس اهو يعني هتاخدوا فكره ان في حاجات هنا في البروجكت بان موجوده، ودي منهم. بعد كده في البلاشر ده من ريفلون، الدرجه بتاعته رقم 3. ده من الحاجات اللي عندي من فتره طويله، هو لونه بينك كده حلو، استخدمته كذا مره وبتهيألي ان انا خلاص هشيله دلوقتي استخدم حاجه تانية. حاسه ان هو البيجمنتيشن بتاعته ما بقتش قويه زي اول ما جبته، بس عشان زي ما بقول لكم هو بقاله كتير عندي، او يمكن بتحتاجي تاخدي منه. بس البلاشرز على فكره بحس ان هي على الايد مش بتطلع حلوه زي على البشره. يعني انا البلاشر ده لما اعمل لكم سواتش منه هتحسوا ان هو ايه ده، البلاشر ده هو فين اساسا، بس على البشره بيطلع معايا حلو قوي بتاع اسنس ده. وده برضو عندي من زمان، فده هيفضل موجود وده هيتشال دلوقتي. كنت حاطه التو هايلايترز دول، ده من ويتر وايلد وده من فوريفر 52. انتوا عارفين ده من مفضلاتي، من الهايلايترز اللي انا بحبها جدا. هو متقسم كده 4، والدرجه اللي عندي رقم 4. ده شكله من جوه، استخدمته كتير وهشيله. وده من ويتر وايلد، ده شكله. والدرجه دي اللي هي بريشس بيتل، ده هيفضل موجود عشان ده في البروجكت بان. البرونزر بقى، البرونزر ده اكتر برونزر انا استخدمته من كاتريز، تحفه عجبني جدا، رقم 10. يمكن حاسه ان انا افتكرته ورجعت احبه اكتر من ان انا كنت بحبه في الاول. ده بيكت برونزر كده، واستخدمت تقريبا ما كنتش بستخدم غيره، انا كنت حاطه برونزر تاني معاه وما كنتش بستخدم غير ده بصراحه. بصوا ده السواتشر، الدرجه بتاعته ناعم وحلو وبيدي جلو خفيف، في شيمر ناعم كده مش حاجه اوفر، فانا بحبه جدا بس استخدمته كتير قوي، فهنشيله ونستخدم حاجه تانية. الحاجات الجديده اللي انا حطيتها هنا كان البلاشر ده من ميسلين، اسمه كيوتي باي تريو برونزر بلاش، وده شكله من جوه، شكله كيوت جدا عجبني قوي. وطبعا بنتي لعبت فيه وحطت صوابعها فيه، بس الحمد لله ما حصلوش حاجه. الدرجه دي اللي هي رقم 2 تقريبا، دي الدرجه بتاعتها. المهم يعني هو من الحاجات اللي حبيتها قوي، وناعم قوي واللون بتاعه حلو لما بيندمجوا مع بعض. عايزه اشوف حته فاضيه. بصوا دي السواتش بتاعته على مشمشي كده او خوخي، مش عارفه ليه بقول مشمشي وهو خوخي، على طول بقول الموضوع ده على طول بتلخبط بين الخوخ والمشمش. المهم هو خوخي، تمام. زي ما قلت لكم ده من الحاجات الجديده، فحابه العب بيه اكتر، هيفضل موجود. ممكن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها نحطها كده على جنب. كمان كنت حاطه البلاشر ده من ويت ان وايلد، ده اسمه ميلو واين، تمام. وده شكله، عايزه اقول لكم البلاشر ده البيجمنتيشن بتاعته فظيعه. ده بصراحه ما استخدمتوش كتير، هو لونه حلو قوي برضو، استخدمته يمكن 2 3 كده بالكتير في خلال ال3 شهور، فيعتبر قليل قوي. اغلب الحاجات اللي موجوده هنا استخدمتها كتير جدا بجد،
ده الحاجة الوحيدة اللي يعتبر استخدمتها يعني استخدام بسيط قوي، يمكن عشان زي ما قلت لكم في حاجات كتير جديدة وجبت كذا بلاشر جديد، فما كانش عندي وقت ان انا استخدمه كتير. بس بما ان انا استخدمته فهشيله دلوقتي واستخدم حاجة تانية. من الحاجات الجديدة اللي جبتها كان البلاشر ده من اماندا، ليكويد بلاش بتاعهم اللي هو سيلكي مات فينش، وجبت الدرجة اللي هي رقم 3. حبيته جدا. استنوا همسح هنا عشان اعرف اعمل لكم سواتش للحاجات اللي جايه. ده من الحاجات اللي انا عملت لكم ريفيو عنها، وطبعا اغلب الحاجات اللي موجوده هنا هتلاقوني انا عامله لوكات كتير بيها في خلال ال3 شهور اللي فاتت، زي فيرست امبريشن بالحاجات وانطباع عنها وريفيو عن كذا منتج. فيعني ارجعوا بقى للفيديوهات اللي فاتت لو حابين تعرفوا اكتر وتشوفوها على بشرتي شكلها ايه. ده شكل الدرجه، مش عايزه احط كتير عشان هو ايه بيبهدل الدنيا. قلت لكم ده رقم 3. الحاجات اللي حبيتها جدا، وزي ما شايفين النقطة دي بتفرش قد ايه. هو البيجمنت بتاعته فظيعة، وثباته كمان حلو قوي على البشرة، ودمجه سهل. فمن الحاجات اللي حبيتها. حاسة ان ده هستخدمه اكتر في الصيف، فممكن اشيله الشهر ده واحطه بقى الشهر اللي جاي. مثلا جايبة كذا بلاشر جديد فهشيله دلوقتي واحط من الحاجات الجديدة اللي هوريها لكم ان شاء الله في الفيديو بتاع شي جلام. جايبة 2 ليكويد بلاشرز جداد من شي ان، فعايزة افضلهم مكان. من الحاجات الجديدة برضو الليكويد بلاش ده من روزبيري، برضو جربته معاكم، اللي هو اسمه فيلفت ليكويد بلاش، وده الدرجة بتاعته اسمها باف. تمام، بصوا ده الدرجة بتاعتها، درجته بينك كيوت كده، عجبني قوي برضو. بحسه ده بيدي دوي فينش او فيه جلو كده شويه. مش عارفه هيبان ولا لا، يعني الفينش بتاعه مش مات زي بتاع اماندا، بس لما بيتثبت بباودر وكده اللمعه اللي فيه دي بتروح. مش عارفه، حاسه ان انا عايزه استخدمه الفتره دي بقى في الربيع. بحس الالوان دي بتبقى شكلها حلو قوي في الوقت ده، فممكن اسيب ده واشيل بقى الحاجات التانية. في كمان البلاشر ده من سيبل، ده اللي هو درجته رقم 1، اسمها بران تقريبا. ده برضو استخدمته كتير، هو نود كده وحلو قوي وناعم للايام اللي هي ايه مش عايزه احط حاجه تكون اوفر. عايزه اوريكم ده السواتش بتاعته، بيبقى على الخدود حلو قوي برضو، استخدمته كذا مره فهنشيله. برضو الهايلايتر ده من بورجوا اللي هو اسمه لبيتيت ستروبر هايلايتر، مش عارفه ده درجته ايه، اسمه يونيفرسال جلو. ده شكله من جوه كده، هو من الهايلايترز الخفيفه قوي، يعني البيجمنتيشن بتاعته مش اقوى حاجه. وناعم زي ما شايفين، الجلو خفيف، فالناس اللي بتحب الحاجات الخفيفه دي ممكن يعجبها. بس انا بالنسبه لي يعني ده مش احلى حاجه، مش احلى اختيار، يعني في حاجات احلى منه كتير. بعد كده في البلاشر ده من لونا، ده من الحاجات الجديدة اللي جربتها. البلاشر بقى ده انا يعني احترت فيه، ده اول ما جبته عجبني قوي لما جربته معاكم في الفيرست امبريشن. بعد كده جيت استخدمه تاني حاسه ان هو ما بيطلعش، معرفش في ايه، هو عمل هارت بان. بعد كده لما بدات ان انا اقشر الطبقه اللي في الاول دي بدا ان هو يطلع، بس هو الامانه البيجمنتيشن بتاعته ضعيفه قوي، لازم اعمل مليون الف مره كده عشان اللون يبدا ان هو يطلع. فيمكن دي حاجه مش لطيفه قوي. الدرجه اللي عندي 500. فشفت كذا حد بيتكلم ان في درجات البيجمنتيشن بتاعها مش عالي ومش قوي، وفي درجات تانية البيجمنتيشن قوي. فاعتقد ان ده من درجات البيجمنتيشن مش اقوى حاجه، ولكن الدرجه بتاعته حلوه كيوت، يعني البينك اللي هي طالعه موضه قوي وكده. فانا ما استخدمتوش كتير، فمش عارفه اسيبه ولا ايه. ممكن اسيبه عشان انا بصراحه ما استخدمتوش كتير، عايزه استخدمه اكتر. من البلاشرز بقى اللي فاجئتني وحبيتها جدا جدا ده من تشاو. ده هو درجته تحسوها قريبه شويه من بتاع لونا، بس يعني اغمق شويه، او جاي على كشمير موف كده اكتر شويه. ده بينك اكتر، مش عارفه هيبان الفرق على الكاميرا ولا لا، يعني ده بينك اكتر من ده، ده موف كده اكتر. ممكن نعمل سواتش، بصوا بقى ده الفرق بتاع البيجمنتيشن، اقوى وناعم، وحسيته ثباته حلو قوي. شايفين البيجمنتيشن بتاعته حلوه ازاي؟ فانا حبيت ده اكتر بصراحه من بتاع لونا، ده ارخص من بتاع لونا، فتحفه تحفه. عندهم درجات كتير مختلفه. بصوا هشيلهم لان عندي بلاشرات تانية وعايزه استخدمها، او ممكن اشيل بتاع لونا ده واسيب بتاع الشاي.
عشان ايه استغله اكتر لانه عجبني بصراحة. بعد كده هنا في الحاجات دي من شي جلام، كنت حاطه التو ليكويد بلاشرز من شي جلام اللي هو البلاشر المشهور بتاعهم ده. كنت حاطه درجه لاف كيك ودرجه هش هش. هش هش دي اول حاجه او اول درجه انا جبتها من شي جلام. زي ما شايفين هي خلاص خلصانه، فاضل فيها حاجه صغنونه قوي، وانا بحب الدرجه دي جدا جدا، بتبقى حلوه قوي عليا. بصوا دي الدرجه بتاعتها حلوه قوي، البنات اللي بشرتها فاتحه هيعجبها قوي الدرجه دي. وكمان درجة لاف كيك عامل لكم سواتش ليها، كانت حلوة قوي. بصوا من الدرجات اللي بجد تستاهل الشهرة، درجتها تحفة، بحسها بتليق على كل حاجة. فاستخدمتهم كتير وهشيلهم زي ما قلت لكم. في بلاشرات جديدة هحطها. ده الكونتور او البرونزر بتاع شي جلام اللي هي درجته جولدن سان. استخدمته كذا مره برضو، مش كتير قوي بصراحه لان ما بقتش اعمل كريم برونزر قوي يعني. هي درجته حلوه وناعمه، فانا هسيبه عشان عايزه استغله، مش عايزه ان انا اركنه لان لو شلته في الدرج مش هستخدمه. فطول ما هو قدامي هنا ساعات كده ايه بفتكر وبستخدمه. وكمان في البلاشر ده من استرا، ده برضو فاجئني قوي. دي براند كانت اول مره اسمع عنها، لقيتها على نون، براند ايطالي. والدرجه واسم البلاشر بلاش مي اول اوفر ليب اند تشيك، يعني ممكن تستخدميه على الشفايف بس انا ما جربتش بصراحه. ده بلاش ستيك، والدرجه اللي جبتها رقم 5 كورال. بصوا ده شكله. هعمل فين هنا مثلا. بصوا البيجمنتيشن وناعم، بصوا من كتر النعومة هو يعني بيتغير على طول شكل الستيك، فناعم قوي. فتخلي بالكم تاخدوا منه كمية صغيرة لان البيجمنتيشن بتاعته قوية. دمجه سهل وثباته حلو، وكمان درجته حلوة قوي. لما بحطه بحس وشي منور كده، فحبيته جدا وليه ريحة حلوة. الحاجة الوحيدة اللي مش عجباني فيه هي الباكجينج. بصوا الباكجينج بيتبهدل بسهولة كده، مع انه يعني لسه جديد بس حاسة كأنه بقاله عندي 70 سنة. فحابة ان انا اسيبه في الدرج عشان استخدمه اكتر. فكده يبقى سبت 2 ليكويد بلاش، وانا جايبة 2 تقريبا تانيين جداد، فهيبقوا تمام. المهم البلاشر ده لما عجبني دخلت تاني عشان احاول اطلب درجة منه تانية مثلا، لانه درجاته حلوة وكان نازل عليه سيل تحفة، كان ب125 تقريبا. فللأسف اختفى. الناس كلها هجمت عليه، مبقاش متبقي منه ولا درجة. فبصراحة هو يستاهل، تحفة جدا، وكان سعره لقطة كمان. فده هيفضل موجود. من الباودرز نسيتها اوريها لكم. الباودر دي من تشاو، زي ما شايفين الحاجات مفيش مكان اصلا، كانت محشوره كده من كتر الزحمه. البلاشر دي من تشاو برضو جربتها معاكم في الفيديو اللي جربت فيه البلاشر ده. حبيتها جدا برضو، بس مستخدمتهاش كتير بصراحه. يعني الباودر بتاعه لونا يعني مغطيه على كل الباودرز دي، بستخدمها كتير قوي. فحابه ان انا برضو اسيبها عشان استغلها اكتر. هي تمام بس ما فيهاش تغطيه، وتخطيطها يعني مفيش، تعتبر تقريبا مفيش، هي بتثبت بس. وحسها هتبقى احلى في الصيف يعني. فهسيبها برضو عشان استغلها اكتر. وبعدين في الباليت دي استخدمتها معاكم كتير جدا جدا. بحاول ان انا اهيت بان فيها فهتفضل موجوده. بعد كده هنا في حاجات محشوره في الجناب هنا، ممكن نوسع ده كده شويه. في الباليت دي من اكسو، دي براند تركي، بتباع جوه ماكس بس طبعا مش في مصر. استنوا نحاول ان احنا ايه نشيل الحاجات دي عشان نلاقي مكان نعمل سواتش الحاجه. انا كنت جايباها من دبي. اسمها سكالبس اند برونز سانكيست بيرفكشن. مش عارفه ليها درجه ولا ايه. كان سعرها 19 درهم، فرخيصه قوي. الميك اب بتاع اكسو ده مش غالي يعني. بيجي فيها 3 درجات، درجه مات وفاتحه حلوه كده وناعمه جدا. يعني بصوا ناعمه قوي، والبيجمنتيشن بتاعتها تحفه. وبيجي درجه تانية برونزي كده تحفه برضو. بحب اعمل لهم ميكس الاتنين عشان ايه يديني برونزر جلوي حلو. الدرجه الثالثه بقى هي فيها جليتر كده، فممكن استخدمها كاي شادو. يعني ما استخدمتهاش خالص على بشرتي، بس تمام هي حلوه مش وحشه. بس عيب الباليت دي ان هي مش ثابته قوي، ثباتها بصراحه ضعيف، بس يعني يعتبر حلوه على قد سعرها، هي مش غاليه يعني. فهشيلها برضو دلوقتي. استخدمتها كذا مره، بس زي ما قلت لكم يعني استخدمت دي اكتر بكتير من دي، يعني دي كام مره كده وخلاص. فهشيلها دلوقتي ونستخدم حاجه تانية. ونخش بقى على الجزء الكركبه اللي هنا ده. ممكن نجيب الكاميرا كده
تمام. الجزء اللي هنا بقى زي ما شايفين على الوش هنا في التو باليتس دول من روبي روز. دول تو باليتس جداد لسه شارياهم من قريب، جربتهم معاكم برضو في فيديو كده كنت بجهز معاكم ووريتكم الاوتفيت والحاجات، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت برضو. زي ما قلت ده من روبي روز، موجوده عند شمس اللي هي الصفحه بتاعه جوسي بيوتي، هي عندها حاجه جوسي بيوتي وكمان روبي روز، وكانت منزله عليهم عرض خطير تحفه. كانت الواحده ب150 جنيه، فسعرها لقطه، مفيش حاجه دلوقتي بالسعر ده. اول واحده اللي هي دي شكلها ده من لاين هو اسمه فيلز مود، مش عارفه ليهم درجات ولا لا، بس المهم يعني دي اللي هي فيها برونزر وتو بلاشر وهايلايتر، فدي هتبقى عمليه جدا في السفر وكده. البرونزر بتاعها خطير، عجبني جدا لما جربته معاكم، درجته حلوه مناسبه معايا، مش بتغمق، بتدي بس دفى كده حلو للبشره. والبلاشر بتاعهم كمان ده تحفه، لونه حلو وفيه لمعه خفيفه، او يعني بيدي جلو، مفيهوش جليتر خالص. والبلاشر بقى ده هو اللي مش قوي، يعني مش بيطلع قوي، مش عارفه ليه، يعني مش راضي يطلع، انا مخربشته اهو، حاسه ان هو غريب كده، مش عارفه، لازم تخربشوه عشان يطلع. بس لونه حلو برضو، بس بتهيألي بالفرشه بيطلع احسن شويه من السواتش، بالفرشه بيطلع اكتر شويه. والهايلايتر اللي فيها برضو عظيم تحفه، شايفين خطير، بصوا، ودرجته حلوه كمان معايا، مش غامقه قوي، فحبيتها جدا. دي من الحاجات طبعا هتفضل موجوده عشان لسه ما استخدمتهاش كتير. والباليت التانية بقى اللي صدمتني، حبيتها يمكن اكتر من دي، يعني انتوا عارفين انا بحب البلاشرز الجلوي جدا، فدي كلها حاجات جلوي، فحسها خطيرة. معرفش برضو ليها درجة ولا لأ، بس المهم اللي هي فيها درجة احمر كده. في الاول كنت مترددة اجيبها ولا لأ، كنت الاول هجيب بلاشر كده بيكد وبيدي جلو، بعد كده قلت طب ما دي اوفر لي، البلاشر التاني مثلا كان ب 300 وحاجه، ودي ب 150 وفيها كل الدرجات دي، فقلت لا دي اوفر لي وهتديني نفس الفايبس ونفس الافكت، وفعلا ما ندمتش ان انا جبتها. بصوا بقى، بصوا بقى الحلاوه والجمال، شايفين دي اول درجه تحفه، دي تعتبر زي هايلايتر اكتر، بس طبعا انا الدرجات دي بعمل لها ميكس مع البلاشرز واحطها كبلاشر جلوي على وشي كله. والدرجة الحمراء دي برضو خطيرة، هي اللمعة اللي فيها مش جامدة زي الباقي، بس حاسة ان انا لو استخدمت بفرشة وخدت منها كمية صغيرة وحطيتها على الخدود هتبقى كيوت قوي، حاساها هتطلع حلوة. لسه مستخدمتهاش، يعني استخدمت الدرجة دي بس على خدودي وكانت خطيرة، وثابت على فكرة، يعني قعدت بيه طول اليوم وفضل موجود على بشرتي، كان حلو. زي ما شايفين الدرجات بتاعتها عظيمة. بصوا ده بيقلب، ده بينك على جولد كده، وده برضو يعني اللي هو ايه خوخي على جولد، وده برضو مش عارفة اوصفهم، بس الوانها فظيعة تحفة وناعمة جدا، كريمي جدا، وزي ما شايفين البيجمنتيشن قوية وبتندمج بسهولة، وثباتها كمان حلو. بصوا لما بتندمج ما بتبقاش يعني ايه بالقوة دي، تدي جلو تحفة للبشرة. روحوا الحقوها، لان انا مش عارفة هي لسه موجودة ولا لا، لان هي كان فاضل من عندها كام قطعة، فروحوا الحقوها عشان هي خطيرة. دي هتفضل موجودة طبعا، لسه عايزة العب بيها اكتر. بعد كده نخش على الجزء اللي هو ده، مثلا هنا الكونسيلرز، في كذا كونسيلر جديد وحاجات قديمة، يعني ده من بريتي باي فلورمر اللي هو اسمه كفر اب ليكويد كونسيلر، والدرجة اللي عندي دي اللي هي رقم 3. ده من الكونسيلرز اللي انا كنت حباها قوي اول ما اشتريته، وبعد كده هو خلاص بيخلص، شايفين انا شلت الستوبر وبحاول ان انا اخلصه. الفترة دي كل ما بستخدمه بيبقى مخلي تحت العين شكله وحش جدا، معرفش بيخلي مكلكع كده وناشف، فمبقتش استخدمه تحت عينيا خلاص. وبقيت استخدمه كبيز للاي شادو، وده الدرجة بتاعته لو حابين تشوفوه، ما اعتقدش ان انا هرجع اجيبه لما يخلص. كمان في الكونسيلر ده من اكسو، ده من نفس البراند التركي، اسمه فول كافريج ليكويد كونسيلر ووتر بروف لونج لاستنج كونسيلر، والدرجة دي 103 لاتيه، دي درجته فاتحة كده، بصوا ده فرق الدرجات، شايفين حتى الدرجة ده على بينك كده شوية، ده على بيج اكتر، بحب الدرجة دي بتنور وكده، وهو تخطيطه فعلا عالية بس مش فول كفرج قوي، فانا اصلا كده كده بستخدم منه نقطة بسيطة جدا عشان ما بحبش الميك اب بتاعي يبقى شكله تقيل، فهشيله، استخدمته كذا مرة.
من الحاجات الجديدة برضو اللي جبتها كان الكونسيلر ده من روبي روز، اللي هو ناحيتين كده، ناحية فاتحة درجتها 20 والناحية التانية درجتها 90. حلو قوي، استخدمته برضو كذا مرة، بس هيفضل موجود عشان لسه بجربه. درجته تحفة، بتنور كده العين وحسها جميلة جدا. برضو انا قلتلكوا اول ما جربته كنت قلقانة لان الدرجة هنا باينة فاتحة، بس هو لا، حلو لما بيتحط بيبقى درجته تحفة. ودرجة الكونتور كمان فظيعة، البيجمنتيشن بتاعتها قوية جدا، مش بتحتاجي منه كمية كبيرة، نقطة بالظبط بتغرق الوش كله. فده من الكونسيلرز اللي عجبني جدا الفترة دي، بس حابة ان انا استغله واستخدمه اكتر. كمان من الحاجات الجديدة اللي جبتها من براند استرا، الكونسيلر بتاعهم لونج لاستنج كونسيلر، ده فيه SPF 15 والدرجة اللي جبتها رقم 3. وللأسف الدرجة بتاعتها طلعت غامقة شوية عليا، برضو نفس الفكرة، مش عارفة في ايه، هو هنا باين فاتح بس لما بيتحط بيطلع غامق وكمان بيأكسد شوية. بس الفورمولا بتاعته حلوة، هو ناعم قوي وبيندمج بسهولة وشكله حلو على تحت العين. شايفين فرق الدرجة غامق ازاي؟ فانا بستخدمه مثلا ككوريكتور، وبنور بقى باي حاجة تانية. يمكن افتح واحد زي ما شفتوا اللي هو بتاع اكسو ده اللي بينور، يعني ده كمان حاسة اكسد شوية، فحابة اسيبه شوية برضو عشان استخدمه واخد فكرة عنه اكتر. وكمان في التو كونسيلرز دول، ده من بورجوا، كنت قايله لكم ان انا مش من مفضلاتي، معرفش ليه، مع ان كل الناس بتحبه. هو مش وحش بس مش حلو، معرفش. ده شكله، يمكن درجته عشان درجته مصفرة كده غريبة شوية، مش عارفة، يعني انا ما ينفعش ان انا استخدمه لوحده. انتوا عارفين الفترة الاخيرة دي بحب قوي ان انا استخدم كونسيلر بس، ما بقتش استخدم فاونديشن على وشي زي الاول. فزي ما شايفين درجته تعتبر غامقة شوية، مع ان دي الدرجة اللي هي 51 لايت، درجته تعتبر مصفرة كده، مش احلى حاجة عليا. فهشيله، استخدمته كام مرة كده وخلاص، هشيله دلوقتي. ومن الحاجات برضو اللي استخدمتها كام مرة كده اللي هو ده من ميبلين، اللي هو ايجي ريوايند، من الكونسيلرز اللي انا بحبها، بس طبعا هو خلاص مقاطعة فاحنا ايه مش هنجيبه. دي الدرجة بتاعته، بس برضو انا حاسه ان انا تقريبا بشرتي فتحت ولا ايه، لان زمان كان ده درجته حلوه معايا. بصوا دلوقتي برضو لونه مصفر كده زي ده كده، اللي هو نيوتراليزر، ده درجه نيوتراليزر. انا شكلي فتحت ولا ايه، انا مش عارفه. ده شكل الدرجه، بصوا مصفر كده شويه، بس هو شكله على البشره حلو يعني. هشيله برضو، استخدمته كام مره. عندنا كونسيلرز تانية عايزين نستخدمها، ده من الحاجات اللي انا عايزة اخلصها السنة دي، فانا حطاه هنا بس ما استخدمتوش ولا مرة عشان مركزة على واحد تاني، عشان كنت مركزة ان انا عايزة اخلص ده بتاع بريتي باي فلورمر، وكمان برضو عايزة اخلص ده، فايه ما كانش في وقت ان انا استخدم ده. وكمان ده غامق، فانا حاسة ده هيبقى احلى في الصيف لان هو غامق. مش عارفة احطه فين، بصوا اهو درجته يعتبر غامق برضو عن باقي الحاجات. ده من لوريال، ودي الدرجة بتاعته رقم 2. مش عارفة اسيبه هنا ولا اشيله لما اخلص اي حاجة احطه، اعتقد هشيله عشان عامل زحمة. واخر واحد ده استخدمته معاكم كتير، ده من كاتريس، اللي هو اسمه وان دروب كفرج ويتلس كونسيلر، ده من مفضلاتي كونسيلرز اللي انا بحبها، والدرجة رقم 005 ناتشورال بيج او لايت بيج. درجته تعتبر كويسة، يعني مش فاتحة برضو بس تمام. درجته تعتبر برضو مايلة ان هي تبقى غامقة شوية، فكنت بحاول ان انا ساعات انور بحاجات تانية او بنور بالباودر لان الباودر فاتحة، فتمام. بس زي ما شايفين النقطة، بصوا عاملة ازاي، وبصوا في ايديا الكفرج بتاعته حلوة وناعم جدا، خلي تحت العين كده ناعم وجلوي، او مش جلوي يعني مترطب مش ناشف، فده هيفضل موجود عشان ده من الحاجات اللي انا عايزة اخلصها. وبس دي كده السواتش لكل الكونسيلرز اللي كانوا محطوطين عشان تاخدوا فكرة للدرجات بتاعتهم. انا حاسه ان احنا مفيش مكان احط كونسيلر تاني، بس تهيألي ممكن اختار بقى واحد بس زياده عن الموجودين عشان ميبقاش فيه زحمه. وهنا في ده اي شادو اسمه ايه، كريمي، فده هيبقى موجود. ده بروجكت بان،
وايه تاني في هنا ده برضو حاجات في البروجكت بلان. مش عايزه بقى اتكلم كتير على حاجات البروجكت بلان. الفاونديشنز اللي كنت حاطه ده من NYX اسمه Born to Glow. الدرجه بتاعته اسمها بورسلين. الفاونديشن اللي انا بحبها يعني شكله حلو على بشرتي وكمان درجته حلوه معايا. تمام، ده شكله استخدمته كتير جدا. بصوا ناعم وحلو ودرجته حلوه وفاتحه بتنور كده البشره. تمام، بصوا اندمج مع ايديا ازاي، يعني درجته حلوه قوي. اغلب الناس لما بستخدمه على وشي بيقعدوا يقولوا لي ان هو فاتح، بس هي الاضاءه يا جماعه كمان بتفتح الميك اب. ف هشيله لان استخدمته كتير وعايزه استخدم حاجه تانية. ده استخدمته كم مره مش كتير، مع ان ده من الفاونديشن اللي بحبها، وده درجته 51 وما استخدمتوش كتير عشان هتشوفوا دلوقتي فرق الدرجه. انا حاسه ان هو اغمق، او زي ما انا بقول انا شكلي فتحيت ولا ايه. بصوا الدرجه عامله ازاي، على اصفر وغامقه. ليه بقى؟ ايه اللي جرالك يا عم؟ مش عارفه، بس ده من الفاونديشن اللي انا بحبها. يعني الفورمولا بتاعته خفيفه وشكله ناعم، ف مش عارفه، حاسه ان انا عايزه اسيبه شويه كمان. هو مش غامق قوي بس برضو يعني بصوا مصفر عن ده، في صفار كده غريب. حاسه ان انا ما استخدمتوش كفايه، ما اديتلوش حقه قوي، فهسيبه. هنا ده الميكس اللي انا كنت عاملاه لشويه فاونديشن. ده كذا فاونديشن عندي درجتهم مش مظبوطه، فعامله لهم ميكس هنا بحيث ان درجتهم تبقى مظبوطه عليا. وده شكله، بصوا درجه تقريبا قريبه قوي من بتاع NYX. فهو فاضل فيه حبه صغيره، فهسيبه برضو عشان استخدمه. عامله هوريكم دلوقتي واحنا بنختار، عملت ميكس جديد كده هيعجبكم ان شاء الله. هحطه بقى مع دول، ومش هكتر فاونديشن عشان زي ما انا قلت انا اوريدي ما بقتش استخدم فاونديشن كتير. في الباليت دي من سوب اند جلوري اسمها ذا مايتي كونتور. بيجي فيها برونزر كريمي وكمان بيجي فيها بلاشر وهايلايتر، بس ده مات يعني. استخدمتها كتير، وزي ما شايفين دي كانت اوريدي في البروجكت بان السنه اللي فاتت، وكان فاضل لي فيها نقطه صغيره في البلاشر ده عشان اخلصه، وانا هعتبر ان هو خلاص. يعني هي بصراحه دي مش احلى باليت، هي حلوه في ان هي دمجها سهل جدا والوانها حلوه، ولكن ثباتها مش اعلى حاجه. وده شكل البرونزر اللي فيها، فانا بحبها اكتر في الصيف بصراحه، فهشيلها دلوقتي. هنا بقى في حاجات كتير متلخبطه بس تمام. في البتاع ده برايمر من كاتريس اللي هو فيه 10 حاجات. هو انا بحس ان هو بيرطب بس كده وخلاص. المفروض ان هو فيه لون على اساس ان هو يوحد لون البشره، ولكن هو مش بيوحد ولا بيعمل اي حاجه، بس بيدي جلو حلو. وانا بحب استخدمه على بشرتي قبل ما احط اي ميك اب. حلو قوي، استخدمته كذا مره بس حاسه ان انا عايزه استخدمه شويه كمان، فهسيبه موجود. في كمان البرايمر ده من ويت ان وايلد. ده برايمر للاي شادو. انا بحب استخدمه جدا ان هو بيخلي الاي شادو يثبت معايا فتره اطول، وكمان ما يكسرش على عينيا. حلو جدا جدا، ده هيفضل موجود. بعد كده في دي ماسكارة الحواجب بتاعت شي جلام، من اكتر الحاجات اللي انا بحبها وبستخدمها على طول لحواجبي. حتى لونها بصوا غير كده، هي المفروض لونها شفاف خالص وفرشتها حلوة قوي بجد. من احلى الماسكارات اللي انا جربتها في تثبيت حواجبي. هي نافعه معايا، انا عارفه ان هي مش نافعه مع ناس كتير، بس انا معايا حلوه جدا وبتثبت حواجبي وبتخلي شكلها طبيعي وتحفه. مش بتخليها طوبه او خشبه، بس لا بتثبت الحواجب حلو وبشكل ناعم، مش ان هي بتنشف اوفر، لان مش بحب الشكل اللي هو الخشب ده. والماسكارا اللي انا حطاها اللي هي دي من لوريال اسمها ميجا فوليوم ميس بيبي دول. بحاول ان انا اخلصها. ده شكل الفرشة بتاعتها، مش عارفه هتبان ولا لا، فرشتها غريبه كده شويه بس شغاله. يعني انا حاسه ان هي خلاص قربت تخلص يعني، فدول هيفضلوا موجودين. وبرده كان عندي التو ماسكارا دول. كنت حاطه الماسكارا دي من كاتريس اللي هي اسمها جلام اند دول، واوريدي انا عامله فيديو عن كل الماسكارات اللي انا جربتها، فهتلاقوا ريفيو عن دول وكمان عن كل الماسكارات بقى اللي انا جربتها كلها الفتره الاخيره. وده شكل البراش بتاعت كاتريس. مش احلى ماسكارا، بس بما ان هي مفتوحه هحاول ان انا اخلصها
وفي كمان الماسكارا دي من تشاو، دي من الحاجات اللي جربتها معاكم في الميك اب بتاع تشاو وعجبتني جدا. دي اسمها سبيدي فوليوم ماسكارا، وده شكل البراش بتاعتها حلوة قوي، فهتفضل برضو موجودة. وفي هنا البراية والبرايمر كمان التاني اللي كان موجود من سوب اند جلوري. وده المفروض ان هو زي ليكويد هايلايتر كده، او انا مش عارفه، انا بحسه ان هو ليكويد هايلايتر وبعمل له بقى ميكس مع بصوا ده باظظ قوي، هو مليان مليان قوي، انا مش عارفه ده فيه 30 مللي، ده قده، ده كميته قد الفاونديشنات، فكميته كتيره جدا وبيبوظ لان انا بستخدم منه نقطه كده، مش بحتاج منه اكتر من كده. مؤخرا بقى بقيت اعمل له ميكس مع البلاشر، ليكويد بلاشرز بتوعي عشان ياخدوا جلو كده، زي ما شايفين هو ده جلو خفيف قوي، لمعه كده خفيفه، مش حاجه اوفر يعني. فبحب اعمل له ميكس مع الليكويد بلاشرز، بيدوا شكل جلوي حلو للبشره، فهيفضل موجود برضو. واخر حاجه موجوده الجليتر برايمر ده من NYX، برضو بحب استخدمه لما ابقى عايزه الاي شادو يبقى قوي ويبان اكتر، فهيفضل موجود. فبتهيألي البرايمرز كلها زي ما هما، ممكن ازود برايمر تاني عشان احاول استغلهم. حاسه انا اتكلمت كتير وبتكلم بسرعه عشان الفيديو مبقاش طويل اوفر، بس تمام. اخر حاجه موجوده في الدرج وهي البلاشر، انا حاسه ان الدرج مليان اوريدي من قبل ما احنا نعمل حاجه، فانا مش عارفه ايه ده. المهم الاي شادو، كل الحاجات الاي شادو دي هتتشال، هنحط حاجات جديده. اول واحده هنا في الجنب دي من MUA، وده شكل الاي شادو بتاع شكل الدرجات بتاعتها، من الاي شادوز الناعمه قوي، بحب استخدمها استخدام يومي يعني وكده. شكلها ناعم، الشمر اللي فيها اللي هو ساتن فينش كده، بيدي لمعه خفيفه كده، مش حاجه اوفر، فحلو جدا استخدام اليومي. وفيها كمان الوان مات مش كتير، هما ده وده تقريبا اللي مات. بس وانا بحب اللون اللي فيها الازرق ده جدا، بحب استخدمه جدا لما اجي احط كحل. استنوا بصوا ده شكله، لما اجي احط كحل او حاجه ازرق بيبقى شكله حلو، فاستخدمتها كذا مره، هنشيلها دلوقتي. كمان الباليتس اللي انا استخدمتها كتير برضو دي من الجيرل، تحفه خطيره عظيمه، بحبها قوي. دي اللي هي اسمها keep it playful، يعني في منها درجات مختلفه، شيك كده وعظيمه، والبيجمنتيشن قويه، وكمان الوانها مميزه وناعمه، فتحفه. هي بس مشكلتها عشان تبقوا عارفين ان هي الالوان الشمر بتعمل شويه هارد بان، بس هي بيجمنتيشن خطيره. بصوا مش عارفه هيبان ولا لا، الريفلكت بلو ده المفروض ان هي بينك وبيدي ريفلكت على ازرق كده، تقريبا باين على الكاميرا، بس خطير اللون ده. بصوا بيدي لمعه عظيمه، برضو اللون البرونزي اللي فيها ده عظيم تحفه. اللون برضو البينك اللي فيها ده خطير برضو، ده بيدي ريفلكت على جولد كده، مش عارفه هيبان ولا لا، ممكن احاول اوريكم تاني. هنا شايفين بيدي ريفلكت على جولد وهو اصلا بينك، فتحفه. بحبها قوي، اكيد هترجع او هرجع احطها مره تانية، بس استخدمتها كتير هشيلها دلوقتي. ومن الباليتس برضو اللي مبسوطه ان انا استغلتها واستخدمتها كذا مره وعملت بيها معاكم كذا لوك، وفي لوك عجبكم جدا جدا، وانا بصراحه كمان كان عاجبني اللوك ده لما استخدمت الاي شادو ده، كان تحفه بصراحه، من اكتر الالوان اللي انا حبيتها في الباليت. طيب الكاميرا فصلت وانا بتكلم عن الدرجه دي اللي هي كانت عجباكم جدا لما استخدمتها على عينيا، هي درجه موف في نفس الوقت فيها كده بني، او انا مش عارفه هي برونزي على موف كده، درجه خطيره وفيها لمعه كده تحفه، فعجباني جدا. بقيه الالوان كمان خطيره، الوانها البيجمنتيشن قويه وجميله، الباليت حتى الالوان المات اللي فيها ناعمه وقويه. بصوا استخدمتها كذا مره ومش باين عليها ان انا مستخدماها، تحسوا ان الباليت لسه جديده، فبجد يعني الباليت بتاعت كاتريس دي تحفه، لو لقيتوها هاتوها بجد، هي عظيمه. بصوا الدرجات حلوه قوي. دي اللي هي اسمها اوركايد، اللي هي اسمها اوركايد داسك، اتمنى تكون هي لسه موجوده، ما تكونش حاجه كده ليميتد اديشن، لان هي بصراحه تحفه. كنت جايباها من دبي بصراحه، ما كنتش جايباها من مصر، وكان عليها اوفر فظيع على نون، فجبتها ومبسوطه ان انا جبتها لان هي تحفه. فدي هتتشال مع اني مش عايزه اشيلها، بحبها قوي
وبجد عاجبني فيها كمان هي متنوعه، ان انا اقدر اعمل بيها لوكات على بينك ولوكات على برونزي ولوكات اخضر. اللون ده برضو كنت عامله بيها لوك على زيتي كده تحفه. فالوانها حلوه وفي نفس الوقت ويربل، يعني اللي هي مش اوفر او حاجه، لا اقدر استخدم كل الالوان اللي فيها ما عدا اللونين اللي فوق دول. بس برضو ده حلو يعني، ده على موف كده برضو حلو، بس انا مش بستخدمه كتير لان هو غامق. بميل اكتر للالوان اللي هي كده. لو هستخدم لون غامق بحس ان هو لو شمر بيبقى احلى، مش عارفه ليه، عايزه اغير الموضوع ده. وفيها كمان لون اسود حلو، البيجمنت بتاعته قويه جدا، بصوا تحفه. بصوا اللون الاسود فظيع ازاي، تحفه. هنشيلها دلوقتي بس برضو اكيد هترجع في يوم ما. والباليت دي من كريستال سنت، اتسالت عليها كتير كذا مره لما بطلعها معايا في الفيديوهات الشورت والحاجات دي. انا معرفش دي تقدروا تجيبوها منين، كنت جايباها من زمان جدا، من زمان قوي بقى بجد، معرفش بقى لها كام سنه ومش عايزه اعد عشان ما اتخضش. بس من الباليتس اللي انا بحبها قوي، اسمها بلاش 2 باليت، وفيها 10 بلاشرات. وكنت عامله فيديو عن البلاشرات الباودرز اللي عندي. هو طبعا بوظت لي المانيكير. المهم كنت عامله فيديو عن كل البلاشرز الباودر اللي انا جربتها وكل الباليتس اللي انا جربتها. طبعا هو الفيديو ده يعتبر خلاص مش ابديتد لان جبت حاجات جديده، بلاشرز جديده كريمي وباودرز. بس تمام، روحوا شوفوه، الباليت دي موجوده فيها، وكنت عامله لكم سواتش من الدرجات اللي فيها. استخدمتها كتير جدا ومبسوطه ان انا استغلتها، حتى الدرجات اللي انا ما كنتش باجي جنبها لما اشتريت اللي هي الدرجات دي حسيت طب انا ما بستخدمش دول ليه، ما هي يعني درجاتهم قريبه وعجبوني جدا على البشره، يعني ما بيبقاش لونهم اوفر بصراحه، فحبيتهم جدا. وبفكر ان دي تفضل محطوطه قدامي هنا، ما احطهاش في الدرج لان هي وهي في الدرج انا بنساها. واوريدي انا عامله الموضوع ده مع 2 باليتس تانيين كده، هوريها لكم دلوقتي، واستخدمتهم كتير برضو، هتلاقيني طلعتهم معايا في الفيديوهات وانا بعمل ميك اب. لان هم قدامي فايدي بتيجي عليهم كتير، فحاسه ان انا لو سبت دي قدامي ايدي هتيجي عليها اكتر بكتير من وهي في الدرج. دي هتتشال من الدرج بس هتفضل موجوده قدامي هنا عشان ان انا استغلها اكتر. كمان من الباليتس اللي انا بحبها جدا واستغلتها واستخدمتها كذا مره، يعني هنا استخدمتها معاكم في مثلا فيديوهين او حاجه، بس انا استخدمتها اكتر من كده طبعا وبحبها قوي قوي. بصوا الدرجات بتاعتها، الحاجات برضو التحفه ان انت تقدري تعملي بيها لوكات كتير جدا جدا، سواء كانت بقى حاجات ناعمه لكل يوم او حاجات جامده بقى وسموكي، وكمان فيها درجات بوب اوف كولر وفيها كمان جليتر، يعني عندك مناسبه مثلا ممكن تستخدميها، حلوه جدا. ودرجاتها مش قادره اقول لكم هي كريمي وناعمه ازاي، بصوا ناعمه بشكل غريب ومريب. كنت اللوك اللي انا عملته الاخير كان باللون ده، هو اللون ده ناعم كده، يعني في الوان بصوا لمعتها قويه قوي وفي الوان تانية ناعمه شويه، بس ملمسهم زبده زبده بصوا ده برضو من الالوان الفظيعه اللي في الباليت، شايفين فظيعه ورخيصه طبعا، دي بريتي وومن يعني، وبرضو الموف اللي فيها ده حلو قوي. فهنشيلها دلوقتي عشان نستخدم حاجه تانية. واخر باليت موجوده هنا هي الباليت دي من اسنس اللي هي اسمها يو ار جولد. دي باليت كلها هايلايترز، ده شكل الباليت من جوه، تحفه عظيمه. ولكن للامانه هي مش انعم حاجه، الهايلايتر بتاعها قوي زياده، يعني بحس ان انا ما عنديش الجرأة ان انا احطها وانزل بيها قوي، او لو هحط منها هحط يعني تنتوفه كده، تنتوفه صغنونه كده ومش هكتر. الدرجات كلها اللي في الباليت حلوه جدا، يعني اقدر استخدمهم كلهم ما عدا اللونين دول، يعني يعتبروا غامقين شويه على برونزي كده شويه، بس عادي ممكن استخدمهم كاي شادو. الدرجه دي انا بحبها قوي، بحبها كتوبر للبلاشر، تحفه. استنوا كده نعمل لكم سواتش على ايديا، بصوا خطيره. في لون تاني كمان تحفه واستخدمتها كذا مره، مش عارفه احطها مع باليت البلاشر اخليها بره يعني عشان استخدمها، لان هي طول ما هي في الدرجه ما استخدمهاش، وهي يعني تعتبر كانها جديده ما استخدمتهاش كتير، يمكن الفتره اللي فاتت استخدمتها اكتر. وبحب شكلها في التصوير، يعني في الفيديوهات بحس ان هي بتبقى منوره قوي وبتخلي شكل الوش كده كيوت، فحاسه ان انا ممكن اخليها بره بحيث ان لما اجي اصور ممكن
احط منها. بس اعتقد كده دي الحاجات اللي هنسيبها، حاجات بروجكت بان وحاجات عايزه استخدمها اكتر. دلوقتي هنروح بقى نختار حاجات من الادراج بتاعه الميك اب نحطها على الحاجات الموجوده هنا وبس. فيلا بينا على الادراج عشان نختار ميك اب جديد. واكتر فقره محمسه وبحبها جدا بجد، بحس كاني اشتريت حاجات جديده، وانا اوريدي اشتريت حاجات جديده، بس الحاجات القديمه كمان بتبقى وحشتني، ولما بستخدمها يعني بتديني احساس ان هي جديده لاني بقالي فتره ما استخدمتهاش. هنبدا مع بعض من الدرج ده. الدرج ده فيه الفاونديشنز والكونسيلرز، البرايمرز، منتجات للحواجب، وهنا في فرش زياده حطاها هنا. فهنبدا اول حاجه بالفاونديشنز. الفاونديشن اللي قلت لكم ان انا عايزه استخدمه هو ده. طبعا ده دي كانت علبه فاضيه عندي لبرايمر قديم كان من بورجوا، وكنت مخلصاها للاخر، وكنت شايله العلبه دي على اساس ان انا استغلها، واخيرا قررت ان انا استغلها. انتوا عارفين الفاونديشن بتاع الايجيرل ده انا بحبه جدا، بس مشكلته ان درجته غامقه جدا عليا، اللي هي الدرجه دي اللي هي اسمها نود بيج. انا اول ما اشتريته طلعت طبعا غامقه لاني اشتريته اونلاين، فرحت شاريه على طول ده، وبقيت ايه كل ما استخدمه اقعد اعمل ميكس للفاونديشن الابيض بتاعه مع الفاونديشن ده عشان اظبط الدرجه. ودي من الحاجات اللي انا بتضايق منها جدا، لانه ببقى مستعجله وانا بجهز وما عنديش وقت ان انا كل مره اجي استخدمه اعمل كده. فقررت اخيرا ان انا اعمل ميكس اوريدي جاهز في العلبه دي واستغلها. يعني انا بصوا الدرجه، بصوا فرق الدرجه. حطيت بقى شويه كام بامب من الغامق ده مع كام بامب من الفاتح ده، وقعدت اعمل له ميكس لحد ما تقريبا يعني ظبطت الدرجه. ان شاء الله يعني تطلع كويسه. انا لسه ما استخدمتوش على وشي خالص اهي. بص دي الدرجه، ان شاء الله تبقى كويسه. فكر بقى بما ان بتاع بورجوا حاساه ان هو غامق كده ومضايقني، ممكن احط معاه الفاونديشن ده من اسنس. ده يعتبر فاتح شويه، فانا بحب اعمل له ميكس مع ماله بيبوظ ده كمان، وبيبوظ كده ليه؟ في ايه؟ ده بتاع اسنس يعتبر بصوا درجته فاتحه شويه، فممكن لما اعمله ميكس مع بتاع بورجوا يديني ايه درجه حلوه. ده كمان هحطه ويا رب استخدمهم. بس ممكن احط ده من كليو، ده بحبه قوي للاستخدام اليومي. دي الدرجه بتاعته، درجته غامقه قوي، درجته على اصفر وغامقه. انا افتحيت، انا بقالي كتير ما شفتش الشمس يا جماعه. ده كان حلو معايا. حاسه هيبقى غامق قوي ومش هستخدمه عشان هحتاج ان انا اعمله ميكس. فنختار حاجه تانية، نختار حاجه تكون فاتحه عشان ننجز. احطه، وده انا بحبه قوي. احط ده تاني بتاع شي جلام، ده درجته مظبوطه معايا. خلاص هحط بتاع شي جلام لاني بحبه. والدرجه دي اللي هي اسمها مادلين البرايمرز. ممكن احط ده، بقالي كتير قوي ما استخدمتوش، بتاع نمبر 7 اللي هو اير برش اواي برايمر. المفروض ان ده بيخلي البشره شكلها سموز كده ومترطب وبتاع، بس نحطه. بقالي كتير ما استخدمتوش. منتجات الحواجب بقى، انا معلقه على قلمة الحواجب الفتره دي ومطنشه بصراحه الباودرز والحاجات اللي عندي، بس عايزه ارجع استغلها تاني. ممكن نجرب نستخدم بتاع جوسي بيوتي، بقالي كتير ما استخدمتوش. وبرده الباودر بتاعت ويت ان وايلد. وبكده اعتقد انه هيكون تمام. الدرج ده مش عايزه حاجه من هنا تاني. نخش بقى على الدرج ده اللي هو فيه حاجات اللي انا بعشقها، اللي هي البلاشر والهايلايتر والبرونزر والباودرز. ده فيه كل البلاشر والبرونزر والباودرز اللي عندي، وفيه شويه باليتس كده هنا على جنب بتاعت بلاشر. فيلا بينا نختار حاجات جديده. اول حاجه اللي انا عارفه ان انا عايزه استخدمها وهو الهايلايتر ده من كاتريس. بقالي كتير قوي ما استخدمتوش، رقم 10 اسمه لايت انفيوجن. بصوا ده تحفه، وحاسه ان هو ايه هيليق بقى معايا مع البياض اللي انا فيه ده. البرونزر اللي انا عايزه استخدمه محتاره بصراحه، بس ده بقالي كتير قوي ما استخدمتوش. ده كان من ويت ان وايلد واتكسر العلبه بتاعته، فانا عملت له ريبريس في الباليت دي كانت من H&M وكنت مخلصاها للاخر، من الحاجات اللي انا كنت بحبها قوي. كان برونزر برضو.
كمان من الحاجات اللي انا عايزه استخدمها بقالي كتير ما استخدمتهاش، الباليت دي من W7 اسمها داشيكي تريو برونزر وبلاشر وهايلايتر. دي فيها 3 حاجات، برونزر فاتح برضو وهايلايتر فاتح، فحاسه برضو هيبقوا حلوين قوي وناعم جدا البرونزر. ده بلاشر من بريتي باي فلورمر، درجته اسمها 3 رقم 3 كورال برونز، بيدي جلو وتحفه، بلاشر حلو قوي. بصوا الباودر الفاتحه اللي كنت بقول لكم عايزه اختارها هي الباودر دي من مينيسو، بقالي كتير قوي مستخدمتهاش وهي لونها فاتح كده. وبرده في باودر تانية اللي هي من اسنس، بفكر ان انا اعمل لها ميكس مع بتاعه جولدن روز عشان تظبط الدرجه. هنرجع بقى دول مكانهم. ممكن اخد ده من اقدم البلاشرز برضو اللي عندي، ده من ريمل، ده درجته 220 برضو حلو قوي، بقالي كتير ما استخدمتوش، هو نوت كده حلو. الباليت دي من كاركتر برضو بقالي كتير ما استخدمتهاش، فيها 3 درجات بلاشر حلوين وناعمين، فهاخد دي كمان وبس. كفايه بلاشرز كده. نخش بقى على الاي شادو. اكيد واضح من اول ما فتحنا الدرج ان في باليت جديده انضمت للمجموعه بتاعتنا، لسه واصلالي من كام يوم، وفي كام باليت تانية جداد كمان من شي جلام، فبس هما مش في الدرج عشان انا حطاهم على جنب عشان اصور لكم فيديو شي جلام اللي انا عايزه اصوره بقالي يمكن 3 شهور عايزه اصوره ومش لاقيه وقت. المهم الباليت الجديده هي دي من ميك اب ريفولوشن، ده شكلها اسمها ريلودد بروفوكيتيف تقريبا كده. متحمسه ان انا اجربها جدا. بصوا درجاتها كلها على بينكات، انا الضفر ده باظ. المهم انا عملت لها طبعا سواتش اول ما وصلت، يعني باين صباعي بس لسه ما جربتهاش على عينيا. فانتظروا ميك اب لوك العيد هيكون ان شاء الله بالباليت دي، ومتحمسه لها قوي. انا محتاره بصراحه بين التو باليتس دول. دي انا استخدمتها كذا مره الفيديوهات اللي فاتت، خصوصا عشان الجليتر ده انا بحبه قوي، الجليتر الابيض اللي في الباليت دي اللي هي من اوفيس، ولكن حاسه ان انا مش مستغله قوي لباقي الباليت، فاعتقد ممكن احط دي. وفي نفس الوقت دي بقالي فتره ما استخدمتهاش، دي من شي جلام اللي هي اسمها ارتستري باليت، ودرجاتها كلها على نود كده، درجاتها تحفه وبحبها قوي. فانا محتاره اختار دي ولا دي، مش عارفه. اختار الباليت بتاعه اوفيس. بفكر بقى اخد حاجه من السينجلز اللي هنا دول، لان انا يعني مطنشاهم جامد جدا وما بستخدمهمش خالص. دول كل السينجلز اللي عندي، ما عنديش سينجلز كتير لاني مش بحب، انا بفضل الباليتس اكتر. ممكن ان انا استخدم ده من ويت ان وايلد، بقالي كتير قوي ما استخدمتوش، اللي هو اسمه نوتي. حاسه ده هيبقى حلو قوي في العيد، برضو ما استخدمتوش بقالي كتير، وهيبقى لايق مع الباليت الجديده. ده من كاركتر اللوز جليتر ده، دي درجته رقم 15. بصوا هو انا مش عارفه هيبقى باين على الكاميرا لا، هو بيدي بينك واخضر وموف وازرق، بيدي درجات كتير كده، بس حاسه اكتر حاجه باينه في البينك والاخضر. استنوا هوريكم بقى الباليتس التانية بتاعه شي جلام. انا سايبهم في البتاع ده بس هوريها لكم. دي الباليت الاولانيه بتاعه شي جلام اللي هي كيرين كانسر باليت، فدي من الحاجات اللي هتتحط برضو. وكمان في الباليت دي انا استخدمتها معاكم مره، وهي في بنوته طلبت مني ريفيو عنها بس انا ما استخدمتهاش تاني من ساعتها، اللي هي اسمها شارمينج سكول، وبيجي فيها 4 درجات كده، فبرضو هحطها في الدرج. واخر واحده اللي هي المات. والباليت الاخيره برضو اللي جبتها من شي جلام اللي هي الباليت دي استخدمتها معاكم برضو، اسمها نوماديك. فانا تقريبا الباليت اللي فاضله اللي مستخدمتهاش معاكم هي الباليت دي بتاعه اللي هي الابراج دي، فهتلاقوني برضو ممكن استخدمها معاكم واعمل بيها معاكم لوك للعيد، هي وبتاعه ميك اب ريفولوشن.
اوريكم المكان اللي بحط فيه الباليتس. هنا دي الباليتس اللي انا حطاها عشان اخليها قدامي دايما، اللي هم دول بتوع Forever 52. دول تقريبا اكبر باليتس عندي في الكوليكشن. دي الوانها كده ودي الوانها كده. انتوا اكيد عارفينهم يعني، استخدمتهم كتير معاكم، بحبهم جدا جدا الاتنين. وما بستخدمهمش كتير لما كانوا في الدرج لان هم كبار ودايما تحت خالص، فقررت ان انا احطهم هنا زي ما انتوا شايفين عشان ان انا استغلهم. حطيت برضو معاهم الباليت بتاعت الهايلايتر وباليت البلاشر، فبكده ان شاء الله ايه استغلهم اكتر. وهنا دي حاجات سكين كير، وهنا كل الليبستيكس بتاعتي. وده البيج البنوته اللي انا جبت منها الباليت بتاعت ميك اب ريفولوشن. ده شكلها موجوده على الانستجرام، متهيألي لو عملتوا سكرين شوت ودخلتوا البتاع ده هتطلع لكم. بنوته جميله واسعارها حلوه قوي، كانت بعتلي كمان الستيكرز دول هديه. وانا حاطه هنا الليبستيكس. انا ما بقيتش اختار الليبستيكس عشان هم اوريدي قدامي، فبختار حسب اللوك. وهنا حاطه الايلاينرز وحاجه الحواجب القلمه يعني. وهنا برضو الليب جلوسز وبقيه الارواج. وفي كمان الفرش بتاعتي اللي قلت لكم عليها، كنت جايباها من جوميا. وهنا حاطه السبونجز، وهنا حاطه باقي الليبستيكس، حطاهم هنا عشان بنتي ما تطلعش تاخدهم لما بحطهم هنا فوق دي تقعد تلعب بيهم. وبس كده ده شكل الدرج بعد ما رتبت الحاجات فيه. طبعا زي ما قلت لكم في الباليتس التانية اللي لسه هتتحط هنا، وفي كمان كام بلاشر جديد لسه هيتحطوا. فالدرج ده المره الجايه هيبقى شكله مختلف شويه عن كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدت منه باي حاجه. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.